انسومنيا ايجيبت راجع بنسخته الخامسة من 25 ل 27 ابريل في مركز مصر للمعارض الدولية، وهيبقى في بطولات ممكن تشارك فيها وتكسب جوائز وهدايا كتير. جوائز قيمتها بتوصل ل 2 مليون جنيه. ولو انت جيمر هتتبسط جدا لانك هتقدر تلعب العاب كتير قوي، منهم لول، فالورانت، واف سي 24. وحتى لو انت مالكش في الفيديو جيمز، انسومنيا هيكون في حاجات كتير قوي تتعمل زي سكيتنج، بورد جيمز، سكيب رومز، فري ستايل فوتبول، وحاجات تانية كتير مناسبة لكل الاعمار. ولو انت راجل كوليكتور، هيبقى في منطقة مخصوصة تشتري منها كل اللي ناقصك سواء اوفيشال ميرش او سوبر هيرو ايتمز. وعشان تقضي احلى خروجه مع صحابك استخدم البرومو كود ده عشان تاخد خصم 15% من ثمن التذكره. مستنيكوا هناك. ماما ميا. لما كنت صغير في المدرسة كان عندي روتين معين. يوم الخميس بعد ما اخلص اسبوع الدراسي بروح البيت وابتدي كويست جديد هدفي ان اخلص فيه كل الواجب المتراكم عليا. بالرغم من ان شكل جبال الورق العملاقة اللي كانت قدامي ممكن يجيب احباط، الا ان اللي كان مخليني مكمل هو النور اللي في اخر النفق، وهو ان اخلص كل الواجب اللي عليا في نفس وقت الغدا عشان اقضيها فرجة على افلام MBC اكشن من غير اي احساس بالذنب او بالتقصير. شعور انك مخلص كل اللي وراك ده بالدنيا كلها ما حسيتوش من اعدادي تقريبا. المهم ان في مرة كنت مخلص كل اللي ورايا وفتح القناة وجي قدامي فيلم ستارشيب تروبرز. فيلم قديم نزل في التسعينات بيتكلم عن عالم مستقبلي فيه كائنات فضائية عبارة عن حشرات عملاقة بتهدد البشر، فبالتالي البشر عملوا جيش كبير عشان يقاومهم. فيلم خفيف لذيذ كله اكشن وضرب نار ومش واخد نفسه بجدية. المهم بقى اني فاكر ان كان في لعبة للفيلم لعبتها زمان وكنت فاكر انها لذيذة. كان فيها اول ليفل بتحارب في مكان كده كله رملة رمادي وضلمة كأنك بتلعب في القمر. فطبعا عملت سيرش على الالعاب اللي نزلت، لقيت كذا لعبة. واحدة اسمها اكسترمينيشن بس دي لسه نازلة في 2023 فاكيد مش دي اللي لعبتها زمان، ولعبتين كمان بس كانوا استراتيجي وانا فاكر انها كانت لعبة اكشن شوتر. الوحيده اللي كانت تنفع هي لعبه ستارشيب تروبرز اللي نزلت في 2005. ولما شفتها لقيت ان فعلا اول ليفل كان في مكان ضلمه كله رمله رمادي شبه القمر، شبه اللي انا كنت فاكره بس برضه مش قوي. اللعبه اللي انا لعبتها زمان كانت ثيرد بيرسون مش فيرست بيرسون، وكمان الجرافيكس بتاعتها كانت اقدم من كده بكتير. بس انا كده شفت كل العاب ستارشيب تروبرز، مفيش العاب تاني خلاص. ده معناه انها وش كانت لعبه تانية ملهاش علاقه بالفيلم. سهرت ليالي كتير اعصر دماغي احاول افتكر اسم اللعبه لحد ما اخيرا عرفت اسم اللعبة. اسمها Out Wars، واللعبة دي قديمة جدا، غالبا أقدم منك. أيوة أقدم منك، عشان اللعبة دي نزلت في 1998 سنة بعد فيلم ستارشيب تروبرز. فلو انت من جين زي ده غالبا كان شكلك ساعتها. وهي فعلا اللي لعبتها زمان بس مش فاكر فيها اي حاجة غير اني بطير بجيت باك، وده يعني كان نادر زمان انك تشوف حاجة زي كده في لعبة، لحد طبعا اما سي جي جه وخد اللقطة. المهم ان اللعبة بتبتدي بان العالم بتاعك بيتهاجم من كائنات فضائية شبه الحشرات اسمهم ذا سكالز، وقدامك دقيقتين عشان توصل للسفينة يا اما هيمشوا من غيرك. والكوكب كان فعلا المكان الضلمة اللي كله رملة رمادي شبه القمر. بتقعد بقى تلوش بسلاحك على اي حاجة بتتحرك قدامك لحد ما تعرف تنط في السفينه وتهرب. وهتلاقي القائد بتاعك بيكلمك ويقولك انكم هتروحوا كوكب اسمه الواحه وبتبتدي التدريبات. الفتره دي في الالعاب كان عادي انهم يجيبوا ممثلين حقيقيين يمثلوا شخصيات في الكات سينز جوه اللعبه. بتبقى فيديوهات مترندره اسمها FMV او فول موشن فيديو. اي نعم بتبقى مبكسله وحالتها حاله، بس ساعتها كانت انسب اختيار للشركات انها تعمل كات سينز كويسه. وهتلاقي العاب كتير زمان ساعتها عملت كده زي ريد اليرت مثلا اللي كانت برضه شخصياتها ممثلين بيعملوا كات سين. المهم بتوصل للكوكب وبتبتدي التدريب، وهتلاقي ان التدريب مركز على انك ازاي تطير بالجيت باك بتاعتك وتروح من برج للتاني اللي المسافات بينهم بعيده. بس المشكله ان الجيت باك ليها بنزين وبيخلص كل ما بتستخدمه. هو بيشحن وبيملى نفسه بنفسه بس بطيء جدا. فانسب طريقه عشان تطير هي انك تقعد تلمس في زرار الجيت باك وتحاول تطير وتشحن في نفس الوقت فتطول المسافه. وده كان جزء من التمرين اللي مركز على الجيت باك. الجزء التاني بيعلمك ازاي تستخدم السلاح اللي معاك، وده فيها تقعد تضرب اجهزه غريبه عماله بتطلع وتنزل. بتقعد بقى تقضيها ضرب في حاجات محطوطه لك لحد ما تتفاجئ ان السكالز او الحشرات الفضائيه بيهاجموا الكوكب ده برضه. هتلاقي اللي بيهاجمك من الارض واللي بيهاجمك من الجو، وحتى هتلاقي اللي بيطلع يغفلك من تحت الارض. هتلاقي عددهم كبير جدا، وهنا الجيت باك بتنفعك عشان تعرف تطير وتهرب بسرعه لمكان تاني تاخد فيه نفسك. ساعتها ممكن تضربهم ببندقيه الليزر اللي معاك واللي الطلقات فيها ما بتخلصش، بس رتم الضرب بتاعها بطيء شويه ولازم تشحن كل 12 طلقه، والموضوع ده ممكن ياخد وقت ويشلك. يا اما بقى تستخدم البولس رايفل واللي بتضرب بسرعه ومش بتاخد وقت، لكن الطلقات بتاعتها بتخلص وصعب تلاقيها، وتلاقي نفسك رجعت البندقيه الليزر اللي بتقعد تشحن كتير. وتقضي معظم اللعبه انك تروح حته عاليه وبعيده وتقعد تنقط الانيميز بشويه ليزر كل شويه وترجع تشحن تاني. المفروض برضو بيبقى معاك فريق من الجنود اللي بيساعدوك ويخلوك ما تحاربش لوحدك، بس للاسف بيهاجموا بتهور ويموتوا بسرعه وفي الاخر بتحارب لوحدك. بس حط في اعتبارك ان اللعبه دي نزلت في سنه 1998 وان التكنولوجيا ساعتها ممكن كانت عائق في ان اللعبه تطلع بشكل مظبوط.
اي نعم كان فيها مشاكل في الشوتينج والاي اي بتاع الفريق بتاعك، الا انها تعتبر من اوائل الالعاب اللي ادت حريه للي بيلعب انه يروح اي حته في الماب الكبيره اللي هو فيها ويلعب براحته. مش فاكر الصراحه العاب نزلت ساعتها كانت بتديك جيت باك تطير بيها. فلو بتحب ستار شيب تروبرز وبتحب العاب زمان اللي كانت بتنزل بعيوبها من غير اي ابديت سمايع او باك فيكسز زي العاب اليومين دول، جرب لعبه اوت وورز. وبس كده، سلام.